أهلا بكم في مراجعتنا وتحليلنا اليوم. سنتناول معا موضوعا يكاد يكون التحدي الأكبر والأكثر شيوعا في حياة كل طالب. نعم، إنه إدارة الوقت. بصراحة جميعنا مر بتلك اللحظات التي نشعر فيها أن الوقت يسرقنا بين أيدينا. لذلك دعونا نبتعد قليلا عن النظريات المعقدة ونغوص معا في تحليل عملي ومباشر لهذه المشكلة. ودائما ما يطرح هذا السؤال المثير للاهتمام نفسه: أين يختفي الوقت فجأة؟ هناك مفارقة غريبة جدا نعيشها يوميا. اليوم هو نفس اليوم، يتكون من 24 ساعة للجميع بلا استثناء، ومع ذلك تتراكم الواجبات وتبقى المهام معلقة إلى أجل غير مسمى. فهل المشكلة الحقيقية تكمن في الوقت نفسه الذي يطير بلمح البصر، أم أن السر يكمن ببساطة في طريقة إدارتنا لهذه الساعة الثمينة؟ ولفك شفرة هذا اللغز بشكل منطقي، سنقوم بتقسيم نقاشنا إلى 5 محاور سريعة ومركزة. سنبدأ أولاً بمعضلة الوقت لدى التلاميذ، ثم ننتقل لكشف أسباب ضياع الوقت الفعلي، وبعدها سنستعرض عواقب سوء تنظيم الوقت، لنصل لاحقاً إلى خطوات وحلول عملية وفعالة. ونختم بفكرة أن إدارة الوقت هي مهارة مكتسبة للنجاح. دعونا ننطلق. المحور الأول: معضلة الوقت لدى التلاميذ. في الحقيقة، الفشل في تنظيم الوقت ليس مجرد زلة بسيطة أو مجرد يوم سيء مر بسلام، بل هو مشكلة عميقة ومحورية، مشكلة تخلط أوراق الحياة اليومية للطالب تماماً، وتوجه ضربة قوية ومباشرة لمستوى التحصيل الدراسي وللتوازن النفسي. وهنا بالضبط تكمن المفارقة العجيبة. الوقت متاح وكاف جداً، لكن المهام تبقى دون إنجاز. تخيلوا حجم الإحباط الذي ينتج عن هذا. المشكلة قطعاً ليست في قلة الساعات أو الدقائق المتاحة، بل في الفشل التام في استثمارها بشكل مثمر. بعبارة أخرى، عندما يتوفر الوقت ولا يتم إنجاز العمل، فهذه إشارة حمراء واضحة جداً بأن الخلل موجود في آلية الإدارة والتنفيذ وليس في المورد الزمني نفسه. المحور الثاني: أسباب ضياع الوقت الفعلي. حسناً، بعد أن وضعنا أيدينا على أصل المشكلة، يجب أن نسأل أنفسنا سؤالاً في غاية الأهمية: ما هي الأشياء، سواء كانت واضحة وضوح الشمس أو مخفية بذكاء، التي تقف وراء هذا الاستنزاف الهائل واليومي للوقت؟ لنقم بمقارنة بسيطة بين العمل العشوائي وتحديد الأولويات. الدخول في دوامة المذاكرة دون أي خطة مسبقة لليوم أو الأسبوع يشبه تماماً القيادة في مدينة مزدحمة بدون خريطة. النتيجة: فوضى غارمة وجهد ضائع. أما في الجانب الآخر، نجد أن الجدول وتحديد الأولويات يصنعان فارقاً هائلاً، حيث يوجهان كل هذه الطاقة نحو ما يستحق التركيز الفعلي ويرفعان من مستوى الإنتاجية. وما تكشفه الأرقام هنا قد يكون صادماً فعلاً. إن وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، مدعومة بصديقها المقرب التسويف، تلتهم بصمت الحصة الأكبر من يوم الطالب. ما يبدأ كفكرة سأتصفح الهاتف ل5 دقائق فقط، يتحول بقدرة قادر إلى ساعتين من الضياع. وفي المقابل، يتقلص وقت المذاكرة الفعلي ليصبح مجرد زاوية صغيرة جداً. هذه المشتتات ليست مجرد عادات سيئة، بل هي حرفياً ثقوب سوداء تبتلع الوقت بلا رحمة. وطبعاً لا يمكننا أن ننسى فخاخ الوقت الخفية، وهي في الغالب حواجز نفسية وسلوكية. مثل ماذا؟ مثل سوء تقدير الوقت، كأن نعتقد أن إنجاز بحث ما سيأخذ 10 دقائق، لنجد أنفسنا بعد ساعة كاملة عالقين فيه بسبب سوء التقدير. أضف إلى ذلك مشاعر الكسل المباغتة وفقدان الحماس الداخلي. كل هذه العوامل تتشابك لتصنع حلقة مفرغة من التسويف، تجعل مجرد البدء بأي مهمة وكأنه محاولة لتسلق جبل عال. المحور الثالث: عواقب سوء تنظيم الوقت. الأمر هنا وبكل أسف لا يقتصر على بضع ساعات ضاعت في نهاية اليوم وانتهى العمر، لا أبداً، بل يمتد ليخلق كرة ثلجية مرعبة من التداعيات والضغوط النفسية والأكاديمية التي يجب أن نتوقف عندها بجدية تامة. ما يحدث فعلياً هو تأثير الدومينو المدمر لسوء الإدارة. في المرحلة الأولى تتراكم الدروس والواجبات بلا رحمة يوماً بعد يوم. هذا التراكم يرمي بالطالب مباشرة إلى المرحلة الثانية، الدخول في حالة من الذعر الشديد، وتحديداً قبل الامتحانات، مما يؤدي إلى إنجاز المهام بسرعة جنونية وبجودة متدنية جداً
تفتقر إلى الإتقان. وما هي النتيجة الحتمية؟ المرحلة الثالثة، حيث يؤدي التخبط المستمر وتكرار الفشل إلى فقدان الثقة بالنفس تماماً، وهو ما يضرب الأداء الدراسي في مقتل. لكن مهلاً، المحور الرابع، خطوات وحلولاً عملية وفعالة. حان الوقت لكي نقلب الطاولة ونخرج من دائرة التداعيات المزعجة هذه. سننتقل الآن من المشاكل الثقيلة إلى استراتيجية إيجابية سريعة وقابلة للتطبيق فوراً لاستعادة زمام الأمور والسيطرة على اليوم. لإصلاح الوضع لدينا 4 خطوات تشكل بمثابة خارطة طريق حقيقية لإنقاذ الموقف. أولاً، بناء جدول زمني منظم يفصل بوضوح بين وقت الدراسة ووقت الاسترخاء. ثانياً، تقسيم المهام الضخمة إلى قطع صغيرة، فهذا يكسر حاجز الخوف ويجعل الإنجاز أسهل بكثير. ثالثاً، وهي نقطة فاصلة، عزل المشتتات تماماً. نعم، يجب إبعاد الهاتف المحمول عن محيط المذاكرة. ورابعاً، لا ننسى أبداً مكافأة النفس بعد كل إنجاز، لأن هذا هو الوقود الذي يضمن استمرارية الحماس. وهذه الخطوات العملية لن تصمد طويلاً بدون عادات يومية صلبة تدعمها. نتحدث هنا عن الالتزام بروتين يومي صارم نوعاً ما، وتحويل أوقات الفراغ المهدرة إلى نشاطات مفيدة تخدم الأهداف الأساسية. والأقوى من هذا كله، تعلم قول كلمة لا. إن امتلاك الشجاعة لرفض الأنشطة والمشتتات غير الضرورية هو مهارة قوية جداً، وتعتبر درعاً وقياً يحمي الجداول الزمنية من أي اختراقات عشوائية. المحور الخامس والأخير، مهارة مكتسبة للنجاح. بعد أن فككنا المشكلة وطرحنا الحلول، كيف يمكن لتطبيق هذه الاستراتيجيات البسيطة أن يحدث انقلاباً جذرياً وإيجابياً في مسارنا الأكاديمي والشخصي؟ الخلاصة تكمن في هذه الحقيقة الذهبية: تنظيم الوقت مهارة يمكن اكتسابها بالممارسة والالتزام، ومن خلالها يتم الوصول إلى التوازن والاستقرار الناجح. بمعنى آخر، إدارة الوقت ليست سحراً أو موهبة فطرية يولد بها البعض ويحرم منها الآخرون، على الإطلاق. إنها مهارة سلوكية قابلة للتعلم والتدريب والتطوير. بالالتزام الصادق بهذه الممارسات يمكننا فعلاً تحقيق ذلك التوازن الرائع بين متطلبات الدراسة وأوقات الراحة، مما يمهد الطريق لنجاح هادئ ومستقر. في النهاية، وبعد أن استعرضنا كل هذه الأدوات الفعالة، يتبقى سؤال عملي ومباشر لنفكر فيه بعمق: ما هي المهمة التي سيتم وضعها في أعلى قائمة الأولويات والبدء بها اليوم؟ لأن المعرفة النظرية وحدها لا تكفي إن لم نترجمها فوراً إلى أفعال على أرض الواقع. نتمنى أن تكون هذه الخطوات هي نقطة الانطلاق الفعلية لاستعادة السيطرة الكاملة على اليوم الدراسي وتحقيق أقصى درجة الإنجاز. شكراً على المتابعة.